الحداثة، سواء عن طريق الاستعمار أو عن طريق العولمة أو عن مختلف العوامل، هو دخول متعثر ومتلكئ، بمعنى أن التحديث العربي ظل تحديثا بطيئا، لأنه ظل مرتبطا بتثاقلات التقليد ومقاومات التقليد ومحبطاته أو عوائقه، وبين ما لم يتحقق، وهو ضرورة اكتساب ثقافة حداثية، بمعنى أن كان هناك انخراط تلقائي في الحداثة التقنية، انخراط تلقائي وعفوي متأثر في الحداثة السياسية، ولكن ظلت الحداثة الثقافية والفكرية محجوبة عن هذا التطور. وأعتقد أن ما يحدث في العالم العربي أو ما يسمى بالحراك اليوم في العالم العربي يجري في أفق تاريخي قوامه الديمقراطية ومن خلفها الحداثة. فمبدئيا إذا جاز لي أن أصدر هذا الحكم، إنه حراك يتجه نحو تحقيق قدر أكبر من الديمقراطية، وبالتالي نحو الحداثة.